تم حرق المصحف في السويد بأول أيام العيد. إدانات عربية ودولية ومطالبات بوقف استفزاز المسلمين. توالت ردود الفعل المنددة عربيا ودوليا بحادثة حرق متطرف سويدي نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك. ومزق المتطرف المدعو سلوان موميكا 37 سنة بالأصول العراقية نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي. وقد أدان وزير الخارجية التركي في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر هذا العمل الدنيء الذي ارتكب بحق كتابنا القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأضاف إن السماح لهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، وإن غض الطرف عن مثل هذه الأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها ضمنيا. كما نددت الولايات المتحدة الأمريكية بإحراق المصحف مجددة في الوقت ذاته التأكيد على دعمها انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي أي الناتو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح له: طالما قلنا إن إحراق نصوص دينية سلوك عديم الاحترام ومسيء، وما قد يكون قانونيا ليس بالضرورة لائقا. كما أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرق المصحف أيضا. روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يعد جريمة. وأضاف بوتين: في بلدنا هذه جريمة حرق القرآن بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي لروسيا. هذه جريمة عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية. وفي الردود العربية والإسلامية قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان إن إحراق المصحف عنصرية وليست حرية وتوحش فردي مدعوم من الجهات الرسمية لا ينبغي السكوت عليه. كما أكد مجلس التعاون لدول الخليج في بيان أن تصرفات كهذه تدل على حقد وكراهية وتطرف، داعيا إلى ضرورة تحرك السلطات السويدية لوقف هذا بشكل فوري. وقال البيان العربي إن ما حدث عمل تحريض من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم. وفي دولة المغرب استدعت وزارة الخارجية القائمة بالأعمال السويدي في الرباط، كما جرى استدعاء السفير المغربي بالسويد للتشاور لأجل غير مسمى بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء. وجاء في بيان وزارة الخارجية المغربية أنه تم التعبير للدبلوماسي السويدي خلال هذا الاستدعاء عن إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها هذا العمل الغير المقبول. ووصف البيان هذا العمل بالعدائي والغير المسؤول. وقالت وزارة الخارجية السعودية أيضا إن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية. كما حذرت الخارجية الكويتية ووصفت ما حدث أنه خطوة استفزازية خطيرة، داعية المجتمع الدولي والحكومة السويدية إلى التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتعصب ووقف هذه الإساءات. كما أدانت الخارجية اليمنية تعمد استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم في هذه المناسبات الإسلامية المقدسة، وقالت أن هذه حركة متطرفة بغيضة.
كما هو الشأن في الأردن، حيث إن إحراق المصحف الشريف كما جاء في بيان مملكة الأردن هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان وللدين الإسلامي. ودعت الوزارة إلى وقف مثل هذه التصرفات والأفعال الغير مسؤولة. وتوالت مجموعة من ردود الأفعال أيضا من كل الدول العربية، ويشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم. في 21 يناير الماضي أحرق زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليمين المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم وسط حماية من الشرطة، مما أثار احتجاجات عربية وإسلامية بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية. وبالأخير نتمنى أن تترك لنا رأيك الشخصي في هذه التصرفات، ولماذا يتم اختيار المناسبات الإسلامية المقدسة للقيام بمثل هذه الأعمال الشنيعة. إذا أعجبكم الفيديو فنتمنى أن تدعمونا بلايك واشتراك، وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم على نطاق كبير، وشكرا لكم.